اورفان فيرست كيل. لو انت بقى عايز تشوف رحله استر قبل ما توصل امريكا وترتكب الاحداث البشعه اللي ارتكبتها في فيلم اورفان اللي احنا شاهدناه سنه 2009 واللي استنينا 13 سنه عشان نعرف بدايتها، فحان الوقت ان انت تتفرج عليه دلوقتي من انتاج باراماونت. تحيه بس في الاول للي اختار عنوان فيرست كيل، لان الفيلم هنا تحديدا نظريا المفروض بيتكلم عن جريمه القتل الاولى، بس بيتضح من خلال الاحداث ان ربما قد لا تكون تلك جريمه القتل الاولى، ولكن الفيلم هنا ما بيكتشفش او ما بيكشفش اصلها الحقيقي او طفولتها او ازاي هي نشأت كده، ولكن هو بينطلق من بلد اللي هي جت منه اللي جت امريكا. ايه اللي حصل؟ تعال اقول لك. السلام عليكم، فيديو جديد من فاكر فيلم عن اورفان فيرست كيل، البريكول لاحداث فيلم اورفان سنه 2009 او اللي بيشرح الاحداث اللي سبقت احداث فيلم 2009 اورفان العادي، من بطولة إيزابيل فورمان وجوليا ستيلز وروسيف سوزرلاند وإخراج ويليام برنت بيل. بتظهر معانا الأحداث هنا في إستونيا، واللي من خلالها بنكتشف في مصحة عقلية بتحتوي على عدد من الأشخاص شديد الخطورة، وعلى رأسهم لينا اللي بتتحول بعد كده لإستر. فبتبقى موجودة هناك ومحتجزة نتيجة إن هي قبل كده برضو في خلال حالتها اللي بتتشرح لينا إن هي توقف نموها الجسدي عند عمر 10 سنوات في طول قصير وبنية ضعيفة، ولكن عمرها الفعلي بيصل الى يمكن 31 سنه. تطورت قبل كده في جرائم بتظهر شفويه من خلال احاديث المشرف على الوحده او المصحه العقليه بصوره غامضه ما بيتمش تناول تفاصيلها، ولكن هي محتجزه هنا بسبب ده، ولكن بتنجح بذكاء شديد في الهروب من المصحه دي، ولا تتوقف هنا عند البقاء في استونيا، ولكن بتنجح في الهروب الى امريكا نفسها من خلال حيله ذكيه جدا او عدد معين من السنين في رحله لاستونيا، ولكن بتسلم نفسها باعتبارها ان هي البنت المفقوده دي نظرا لوجود تشابه بينها في الشكل بينها وبين الشخصيه المفقوده، وهكذا بتنجح في الوصول لامريكا والانضمام للعائله الجديده على اساس انها بنتهم اللي ابتعدت عنهم وهي عمرها يمكن 4 سنوات، ولكن عمرها دلوقتي اصبح 10 سنوات. في خلال الفتره دي قد تكون فقدت الذاكره، فقدت كثير من الاحداث، وبتبتدي تظهر قدامنا هنا علامات استفهام كثيره من خلال استقبال العيله ليها، وفي نفس الوقت الشكوك اللي بتحاط بيها استر منذ وصولها لامريكا، وبالطبع بنعرف الجرائم اللي هتتورط فيها وازاي بتسير الاحداث. ولكن مش دي بقى المعضله الحقيقيه، المعضله ان استر الشخصيه التي لا تحظى اطلاقا باعجابك بل بكراهيتك من خلال احداث الفيلم، انت فعليا هتشعر بالشفقه عليها. هي دي بقى بالنسبه لي فعلا روعه الفيلم ده. مش كتير بنشوف فيلم بريكول او بيستبق الاحداث بتاع فيلم معين وبيعلي عليه او بيكون حتى في مستوى مقارب ليه، ولكن اعتقد ان الفيلم هنا انا بالنسبه لي فعلا وانا بتفرج كنت منبهر بفكره ان هو لعب على كذا نقطه. اول نقطه خالص ان انت عارف الاحداث، يعني انت عارف مصير الشخصيه دي اللي هي الرئيسيه اللي هي الطفله او الشابه المخادعه استر، لانك شفت الفيلم الاولاني فانت عارف ان هي كده كده في نهايه الاحداث دي هي راح تكمل احداث الفيلم اللي انت شفته قبل كده. فازاي الكاتب وبساعدة المخرج ازاي يحطك في اطار او اجواء معينه تشدك لاحداث الفيلم وتصنع رابط بينك وبين المتابعه، بحيث ان انت تبقى قاعد متابع وتتشد لاحداث الفيلم، وفي نفس الوقت انت عارف مصير الشخصيه دي بنهايه احداث الفيلم. دي كانت البراعه الحقيقيه في الكتابه. الفيلم هنا يعتبر في مستوى الفيلم الاولاني ان لم يكن اعلى، لان الفيلم الاولاني من خلال مشاهده الاحداث بتاعته لو انت بتتفرج عليها هتحس ان انت بتشعر بالنقمه والغضب الشديد لغايه لما تيجي مفاجاه اخر الفيلم، فهنا انت بتتجمد حرفيا من المفاجاه اللي بتظهر معاك. لكن هو افتقد كل العناصر دي في الجزء اللي المفروض ان احنا بنتكلم عنه اللي هو فيرست كيل. ازاي بقى هيقدر ان هو يربطك؟ هو هنا بيربطك برابط مرعب، لان اذا كانت اس نفسها شخصيه سيكوباتيه فهي هنا للاسف بتقع في التعامل مع شخصيات قمه في السيكوباتيه عنها، وهكذا. انا هتوقف لغايه هنا عشان ما احرقش مزيد من الاحداث، ولكن فعلا كتابه الفيلم هنا كانت من اقوى عناصر التميز الموجوده في الفيلم ده. لما تتنقل طبعا الى الاداء التمثيلي اللي موجود هنا، ف ايزابيل فورمان متميزه جدا في الدور ده، وفي متناقضه كده ظريفه ان هي عمرها اثناء مشاهده الجزء الاولاني سنه 2009 من 13 سنه تقريبا كان مقارب نظريا لعمر الشخصيه اللي هي موجوده ليها 10 سنوات، عشان كده اتعمل لها مكياج يحولوها في اخر فيلم، اخر مشاهد الفيلم المفاجاه اللي ظهرت فيها ان هي عمرها الحقيقي هي شخصيه كبيره في السن. لكن في الفيلم هنا بعد العمر ده كله فهي تعتبر عمرها قريب جدا من العمر الفعلي للشخصيه في الاحداث دي اللي هو في الثلاثينات. ولكن دور استر بالنسبه لايزابيل اعتقد ان هو تحدي قوي جدا. ليه؟ لان الدور
طاغي جدا لدرجه ان هو ممكن يحرق مسيرتها بالكامل، ان هي معروفه جدا بالدور ده ومثلت في افلام تانية واعمال تانية، ولكن يظل الدور ده هو التريد مارك بتاعها. الله اعلم هي تقدر تخرج منه ازاي، خصوصا ان الشخصيه نفسها ربما فيها مساحات جديده ان هي يتعمل منها شغل تاني، لان هو تحديدا في الفيلم ده ما اتكلمش على بداياتها او نشاتها من ساعه ما كانت طفله او ظهر عليها اعراض المرض اللي هم او الحاله الصحيه اللي كانوا بيتكلموا عنها، ولكن فعلا اداء الشخصيه دي متميز جدا. ولكن قنبله بقى الفيلم الحقيقيه، الهديه اللي قدمها لنا الفيلم القادمه من عالم اومن، لو انت بتتفرج على فيلم 2006 تقريبا، هي جوليا ستيلز. جوليا من الممثلين متميزين جدا، طبعا شاركت في اعمال كتير زي بورن ايدنتيتي، ولكن انا بحب جدا دورها في فيلم ذا اومن اللي كان مع ليف شرايبر. واعتقد ان اقوى اداء تمثيلي موجود في الفيلم ده هو جوليا ستيلز فعلا، اللي خلقت توازن رهيب جدا في الشخصيات المؤثره في الاحداث ما بين شخصيتها كأم لطفله مفقوده في عائله غنيه جدا امريكيه، في مقابل الوجود للشخصيه القاتله المريضه نفسيا شخصيه استر. فالاثنين كانوا عاملين مع بعض صراع متميز جدا على الشاشه وانت بتتفرج، وكل ده بصراحه بيظهر قدامك يمكن بالمفاجاه اللي انا ما كنتش متوقعها لما شفت اسم المخرج ويليام برنت بيل. هو ملوش اعمال متميزه قوي قبل كده، يمكن ما عدا فيلم ديفل انسايد وفيلم ذا بوي الجزء الاول والثاني، هو ما كانوش من الافلام المتميزه حقيقه هنا، ولكن الفيلم هنا هو متميز جدا في فكره المحافظه على الريتم بتاع الاحداث من اول الفيلم لاخره، في نمط معين كده من التشويق والاثاره، وفكره ان انت قاعد عارف ان في مشاكل هتحصل وفي حوادث عنيفه جدا هتحصل، بس لما بتحصل قدامك انت ما بتفقدش شغفك او بتحس ان هي النقطه لا ده هي اقل من المتوقع، لا موجوده في الاطار توقعك، ملائمه جدا لخط سير الاحداث. انا مش عايز احرق برضه في احداث الفيلم زي ما باكد، ولكن اتعملت حلوه قوي، ظهرت قدامك على الشاشه متميزه جدا وفي نفس الوقت كانت منطقيه، غير ان المفاجاه او التويست اللي موجود في الاحداث كان قوي جدا لدرجه ان هو فعلا يشدك جدا جدا، تعرف ازاي الشخصيات دي هتعرف تتعامل مع بعض وازاي هيخرجوا من المأزق العنيفه اللي هم حاطين بعض فيها. فيلم اورفان فيرست كيل من الافلام اللي كانت مفاجاه ليا بصراحه، وكان انا بعتبرها يمكن في مستوى الفيلم الاول، وممكن نديله كمان درجه او درجتين اعلى من الفيلم الاول، لاني ما كنتش متوقع ان هو يوصل للمستوى ده خصوصا في الكتابه او الظهور على الشاشه. لا ده التمثيل جيد جدا، في بعض اللمحات الظريفه قوي اللي انت بتتفرج عليها، زي انت عارف ان المفروض ان هي شخصيات الممثلين متقاربه مع بعض في الطول، ولكن كان في مراعاه لفكره ان هي شخصيه استر اللي بتقوم بطريقتها ايزابيل دايما بتظهر بشكل اصغر، سواء في القصر او في الحجم او في زوايا الكاميرا، او حتى لما بيجي يحضنوها كان بيعملوا فرق في الاطوار كده. اللمسات دي كانت لمسات ظريفه جدا وانت بتتفرج عليها على الشاشه. ففعليا لو انت كنت شفت الفيلم الاولاني فانت هتستمتع جدا بمشاهده الفيلم الثاني، ما شفتوش فانصحك برضو شوف الفيلم ده وبعد كده روح شوف فيلم 2009. هتبقى اتفرجت على ثنائيه متميزه جدا من ثنائيات اعمال المرضى النفسيين والقتله، وفيلم بيشكل في اطار من الغموض والضغط النفسي عليك كمشاهد وانت بتتفرج، مين هيقدر يعيش ومين هيقدر يحافظ على غموضه او مين هتظهر حقيقته مع الوقت. تمنياتي لكم مشاهده ممتعه، وعلى ضمانتي الفيلم ده فعلا هيقدم لك مشاهده ممتعه فعلا. تحياتي واشوفكم قريب، سلام.